ساعة واحدة في اليوم فيها بركة أفضل من 10 ساعات هتبقي تعبانة ومش قادرة وما بتنجزيش وما بتخلصيش شغل البيت. 10 أسرار مهمة في شغل البيت مش هتحسي بالملل وانتي بتنضفي، وهيبقى عندك بركة في الساعة اللي هتنضفي. أول سر وأهم سر إن انتي تستعيني بالله، إن ربنا يقدرك ويقويكي ويخليكي في أقل وقت تنجزي ويديكي بركة في خلال الساعة ديت. ومن فوائد الأذكار العظيمة اللي بتفرق معانا، هنكبر 33 مرة وهنسبح 33 مرة وهنحمد ربنا 33 مرة الصبح وبالليل. وده اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة أما طلبت منه خادم إن يساعدها في تنظيف البيت هي وزوجها، فهو قال لها إن تسبحي 33 مرة وتحمدي 33 مرة وتكبري 33 مرة، ده هيديكي بركة وعزم. عبادة الاستعانة بالله من العبادات المنسية المهمة، إن نستعين بربنا، اللهم أعني، اللهم أخرجني من حول قوتي إلى حولك. الأذكار طبعا في كل أوضة هنخصص ذكر معين، ومش هنذكر الأذكار في الحمام وإحنا بنتوضى. في خلال 5 دقايق هننضف الحوض والأرض كمان، حاجة كده مش هتاخد منك وقت كبير. وده روتين يومي ننظف فيه الحمام ونخلصه بسهولة ومش هياخد منك وقت كبير، وهتبقي انجزتي في تنظيف الحمام، وورا كل وضوء هتنضفي الحمام. او دخلتي الحمام ان انت تغسلي اسنانك وتعملي الغسول لوشك والعناية طبعا الصبح، والروتين اللي انت بتعمليه قبل ما تخرجي من البيت او هتبتدي يومك، ده بيشجعك اول حاجة ان احنا ننظف الحمام ونتخلص من تنظيفه. مش تنظيف عميق ولا حاجة، يعني شوية بس صابون سائل وفي الارضية وعلى الحوض الدنيا هتلمع وتبقى زي الفل. شغلت القرآن ودي من الحاجات اللي بتحفزني في يومي وبتخلي النفس كده راضية وهادية. وانا بقى تاني حاجة وتاني سر زي ما اتفقنا ان هتخصصي للمطبخ او اوضه النوم بتاعتك ذكر معين. وانا بشغل بقى الغسالة بتاعتي ابتديت ان انا اذكر الله سبحان الله سبحان الله. وصدقة كمان حاجة بسيطة جدا، ان انا بحط طبق فيه مية عند الشباك بتاع المطبخ عندي، دي صدقة للطيور. تحضير الفطار، تنظيف البيت، كل عمل تقومي فيه من تنظيف البيت او تحضير اي اكل للولاد او لو زوجك، احتسبي اجرك لله وربنا هيعينك ويقويكي ويقدرك انك تكملي. ده السر الثالث، ان انت هتحتسبي اي حاجة بتعمليها في البيت لله، ما تنتظريش اي اجر غير من الله، سواء كان نشير غسيل، تنظيف، حتى لو مسح، حتى لو كنز. تحتسبي بيها اجرك لله وتسني العوض والاجر من ربنا. ربنا هيقويكي ويقدرك وهيديكي اليوم اللي تكوني تعبانه فيه صحه وعافيه انت مش هتتخيلي جايلك منين، وبركه كمان في شغلك وانت بتعمليه وبتنجزي في خلال ساعه. السر الرابع اللي هيخليكي تنجزي، احنا ما عندناش اختيار ان ننظف الشقه كلها مره واحده في اليوم اللي بتكون تعبانين ومش قادرين وفاقدين الشغف ان ننظف. مع شغل البيت هتاخدي حاجه واحده تعمليها، والحاجه اللي انا اخترتها في يوم اني خدت بواقي الصابون زي ما انتم شايفين مش كتير، خدته وقطعته حتت صغيره وضفت عليه كوبايتين ميه سخنه وسبتهم لمده ساعه. الصابون السائل بتاعك خلص على اخر الشهر، عايزه شويه صابون سائل تنضفي الحمام او تكملي الصابون السائل بتاعك في البيت وتغسلي كمان بيه المواعين. الفكره ديت سهله جدا، وبضيف عليه كوبايه ميه تاني وشويه كلور الوان، وممكن تضيفي كمان خل وصابون سائل. انا حطيت هنا ربع كوبايه صابون سائل وضفت مسحوق بودر كمان عشان يزيد من مفعوله. بينضف معايا الحلل الالمونيا لو مكانها كمان فراخ او مكانها سمك او حاجه زفره، بيضيع الزفاره معاكي بسهوله. ممكن تستخدميه في تنظيف الحمام، الارضيات والسيراميك وعزكم الله قاعده الحمام، وبيخلي ريحه الحاجه نظيفه جدا وبيلمعها. الاحواض كمان بتاعه المطبخ بيلمعها. استخداماته كتيره، ودي من الحاجات اللي بتوفر. لو اخر الشهر الصابون السائل حسيتي انه مش كتير كميته، ممكن انت تعملي الخطوه ديت ويبقى كده عندك صابون سائل وموجود في البيت. لو عندك بواقي صابون ممكن نحوشها من فتره للتانيه. ما ننساش بقى واحنا بنغسل المواعين نذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ونحتسب اجرنا ان احنا بنشتغل وبننظف لله. ما تنتظريش اي جزاء من اي عبد او حد يقول لك شكرا وكتر خيرك، او تستني ان حد يساعدك في التنظيف. احتسبي اجرك لله وابتدي بسم الله الرحمن الرحيم ونظفي. مفيش حد غيرك هيعرف ينظف الحلل وهيبتدي يبتكر افكار التدبير والتوفير غيرك، وهيقدر ان هو يدبر ويوفر كمان من الميزانيه، وينظف كمان الحلل بالطريقه اللي انت بتحبيها. وانت كمان بتحضري الفطار نغسل المواعين على طول. بنحضر الفطار وفطرنا نغسل المواعين اول باول، كلنا واتغدينا نغسل المواعين اول باول. ده بيسهل عليك التنظيف وبيخليكي مرتاحه والحوض عندك رايق. وانا بغسل مواعين مطرح الفطار او مكان ما احنا فطرنا بالمره قمت منزله كمان المنظف
المنظم بتاع المعالق وغسلته ونزلت الاطباق كلها، وكمان مطرح باسكت الزباله غسلت مكانه. احنا زي ما اتفقنا مش هننضف كل يوم كل حاجه في وقت واحد، وانا بغسل المواعين هنضف حاجه من الحاجات اللي انا شايفاها صعبه في المطبخ. النهارده في اليوم دوت انا نضفت مكان باسكت الزباله ومكان الجنب بتاع البوتاجاز لان كان متبهدل شويه، فشلت الباسكت وابتديت انضفه. يوم تاني وانا بعمل المهام بتاعتي العاديه بتاعت تنظيف المطبخ او غسيل المواعين او تحضير الاكل، انا اخترت الضرفتين دول زي ما انتوا كنتوا شايفينهم من الاول من رمضان، ما رتبتهمش، فنزلت كل المفارش وكل الحاجه اللي موجوده عليها وابتديت ان انا المعها الاول بفوطه، وجبت ملمع الازاز لكن عندي ملمع الخشب. ملمع الازاز هينضف معاكي ويلمع، بس ما تحطيش كميه كبيره لان كمان الضرفتين من بره البيبان بتاعها كان فيها ازاز، فابتديت ارش كمان على المكان الازاز وكمان الخشب هيلمع معاكي وهيخلي الريحه كمان جميله جدا. يعني مع شغلك او روتينك اليومي في المطبخ هتنضفي ضرفه واحده، ممكن الضرفه هنا كانت جزئين ممكن تنضفي ضرفه واحده، على قد ما نقدر نخفف على نفسنا، وفي خلال اسبوع هتلاقي المطبخ بتاعك مترتب ونضيف. رجعت بقى ترتيب الحاجه اللي كانت موجوده بشكل تاني، بتخلي نفسيتك تتغير وكمان تتبسطي ان انت عملتي حاجه وغيرتي ضرفتين في المطبخ. الضرفة اللي جنبها خليتها اليوم تاني او بكرة، يعني كل يوم باخد جزء في المطبخ. كمان الخضار اذا كنت جايباه عشان ما يعرقش كده وينضح مية ويبوظ معاكي في التلاجة، بتفرديه وتهويه وتنضفيه وتجهزيه له فوط نظيفة وهتدخليه التلاجة. وفي اليوم اللي انت هتشتري الخضار بتاع البيت، انا بجيب الخضار مرة في الاسبوع، فاليوم دوت انا بنضف فيه جزء واحد من التلاجة او الدرج اللي برتب. السر الخامس ان نهوي الشقة بتاعتنا كل يوم، نفتح الشبابيك واذا كانت البطاطين محتاجه ان هي تتهوي، وكمان اغير السرير بتاعي. اول حاجه ابتدي بترتيب سريري، واذا ولادي فوق ال5 سنين اخليهم يرتبوا سرايرهم، ومن 3 سنين كمان يقدر ان هو يساعدني ان يشيل الهدوم اللي بيرميها في الارض، وانا اقدر ان انا اعمل الارضيه بالمكنسه بالكهرباء، او كمان ان هم يلموا الالعاب بتاعتهم في باسكت تكوني مخصصاه ان يلموا فيها الالعاب. تبتدي تعلميهم في اجازه الصيف، يعني تبتدي معاهم تعلميهم التنظيم ويساعدوكي كمان في غسيل المواعين في الصيف عشان ما يغرقوش نفسهم. وفي اليوم دوت انا اخترت مع تنظيف الاوضه ان انا ارتب ضرفتين الدولاب بتوعي، فابتديت انزلهم وبعدين رتبتهم بنفس الطريقه بس غيرت من شكلهم شويه، وطلعت الملايات فوق وخليت الكوفرتات والدفايات تحت، ده بيسهل عليا ان انا اسحبها بسهوله. والسر السادس في تنظيف البيت وان احنا ننجز في وقت قليل ونوفر من وقتنا ان نخلي ولادنا يساعدونا حتى لو حاجات بسيطة، وده هتبتدي معاهم واحدة واحدة وهناخدهم بالتدريج، حتى لو هيشيلوا الاطباق يحطوها بس في المطبخ وانت هتكملي غسلهم. ممكن يساعدوك ان يغسلوا الكوبايات اللي بيشربوا فيها ميه او عصير او شاي بلبن، اي حاجه بيشربوها اي حاجه بياكلوها فيها اكياس فاضيه يروحوا يرموها في باسكت الزباله، وده هيخليهم يتشجعوا ويتحفزوا ان يعملوا حاجه اكتر. السر السابع، طول ما البيت رايق ومترتب حتى لو من على الوش كده انت مرتباه وكنساه ورايق، انت هتبقى هاديه وولادك كمان هيبقوا هاديين ومش بيعملوا مشاكل، وهيحسوا كمان ولادك بالمسؤوليه طول ما انت بتشاركيهم معاكي في التنظيف حتى لو حاجات بسيطه، مش بتخليهم ينظفوا ويكنسوا وينفضوا، لا حاجات بسيطة في التنظيف. وده دور مهم ليكي كأم ان انت تعلميهم ان بعد كده ما يكبروا ان يتحملوا المسؤولية ويقدروا ان هم ينظفوا ويساعدوكي. اما يكبروا في السن اكتر ما تبقيش كل الحمل عليكي وانت زهقانة وتعبانة وصحيا مش قادرة ان انت تنظفي، هيساعدوكي حتى في ابسط الحاجات، حتى ما لو ماما تعبانة نقدر ان احنا نقوم، احنا اللي نقوم بكل حاجة ماما كانت بتعملها. والسر الثامن ده خاص بالشتاء، لان احنا في الشتاء فرشنا السجاد فمش هنقدر كل يوم ان احنا نمسح زي الصيف، لكن انا بشيل مرة واحدة في الاسبوع وبجيبه على جنب كده وابتدي اكنس وانضف وامسح. كمان الادوات اللي استخدمتها في التنظيف بغسلها اول باول عشان تفضل نظيفة واقدر ان انا استخدمها تاني. عزكم الله المقشة الجاروف اي حاجة انا استخدمتها. السر التاسع في التنظيف ان احنا زي ما اهتمينا بتنظيف البيت واهتمينا بالاكل واحتسبنا اجرنا عند الله، ان احنا نهتم بنفسنا، ان ايدينا نهتم بالماسكات والكريمات واللبس اللي بنلبسه واحنا بنعمل الاكل نغيره، يعني ناخد دش كده على السريع ونغير نلبس لبس احسن وشكله اريح كمان. ودي الشنطة اللي انا بستخدمها ان حاطه فيها العاب ولادي وبعلقها على الشماعة. لو ما عندكيش باسكت او صندوق تلم الالعاب فيه ممكن فكرة الشنطة ونعلقها. كمان ما ننساش الفروض بتاعتنا، لان ديت تغيير اللبس دوت من السر العاشر اللي لازم نهتم بيه، ان احنا نغير الهدوم بتاعتنا ونهتم بنفسنا وماسكاتنا وبشرتنا وشعرنا، ودي من الحاجات البسيطة. زي ما بنهتم ببشرتنا وشعرنا نهتم كمان بغذاء الروح، ان احنا نصلي الفروض بتاعتنا والاذكار بتاعتنا، ودي هتحفزنا وتقوي. خصصي نص ساعة لنفسك وانت بتصلي، تقعدي
تذكري الله وتقعدي تشتكي لربنا بكل حاجه جواكي. ده هيسهل عليكي يومك، وهتقدري ان انت تتخلصي من اي حاجه مضايقاكي بخلال ان انت هتشتكي لربنا، لان احنا ما نقدرش نشتكي لاي مخلوق. ولو من الحاجات البسيطه اللي ما عندكيش كريمات ان تهتمي ببشرتك وبشعرك وبايدك وبضوافرك، ميه الورد دي من الحاجات الجميله جدا للبشره، واي نوع كريم. ولو ما عندكيش كريم انا بستخدم الزيوت. ازازه الزيت ديت من الحواج، ده زيت اللافندر، حلو جدا للبشره وحلو جدا كمان ان نستخدمه لضوافرنا. وكمان زيت النعناع حلو جدا للقشره. واسعار الازايز ديت، ازايز الزيت مش غاليه، ممكن تجيبي لك نوع او اتنين وتجربيهم في خلال شهر وبعد كده ترجعي تجيبي نوع تاني. كمان ازازه الزيت التالتة كانت بزيت شجره الشاي، وده مضاد للفطريات والبكتيريا. ده حلو جدا لفروه الراس، وكمان حلو ان نستخدمه لضوافرنا. ما عندكيش امكانيه ان تستخدمي كريمات، ممكن تجيبي ازايز الزيت موجوده عند اي عطار وتستخدمي الفازلين او الجليسرين. تقدري ان انت تجيبيه من عند اي عطار وتستخدميه لبشرتك بالذات في الشتاء، تدهني بيها، ودي هتخلي بشرتك مترطبه. ونهتم بشعرنا وريحه شعرنا، ده هيفرق معانا في يومنا كله. سر رقم 10 انك تكافئي نفسك بحاجات بسيطة. يعني انا كنت بفنجان قهوة، بفنجان نسكافيه، بدي اخد دش وهعمل ماسكات لنفسي بسكراب، باكتر حاجة انا بحبها في اخر يومي. او كل ست لحد هنا اعملي لي لايك واشتراك للقناة، واشوفكم في فيديو جديد، واثرك